ازيكم عاملين ايه؟ يا رب الناس كلها تكون بخير. زي النهاردة من سنة كان يوم من أحلى وأجمل أيام حياتي اللي عشتها مع نادي الزمالك. 27/9/2024 نهائي سوبر القرن أو نهائي الفاصلة زي ما قال عصام الشوالي على استاد المملكة أرينا في العاصمة الرياض. ماتش السوبر الأفريقي كان بالنسبة لي في حاجات غريبة بتحصل قبل منه وليه مشاعر كده مختلفة لحد يوم الماتش ولحد الماتش كمان وهو شغال. بالنسبة لي الماتش ده ابتدى قبل المباراة ب10 أيام. لحظة الإعلام لما خرج اتكلموا على ماتش الأهلي والزمالك، واللي كان بيتكلم على الظروف اللي فيها الأهلي أو الزمالك أو التشكيل بقى والمتوقع والصفقات والأزمات اللي كانت موجودة في نادي الزمالك. بالنسبة لي الماتش بدأ من اللحظة دي، وأنا بشوف كل الناس بتقلل من نادي الزمالك. كل الناس طالعة تقلل من كيان كبير زي نادي الزمالك ومن لعيبة رجالة بتلعب ولابسه تيشيرت نادي الزمالك. كانت كل الناس رايحه ان الاهلي سكواد قوي والاهلي نازل هيكسب 3-4، وكنا بنشوف طريقه الناس على نادي الزمالك وعلى اللعيبه في ظل ان احنا كان عندنا ظروف صعبه. عندنا وقف قيد، عندناش صفقات، ما عملناش صفقات جديده، كان عندنا بنتايج ومشالاك ما كناش نعرفهم. بنتايج بدأ الماتش فكان عندنا ازمات كبيره وفي حاجات كبيره متلخبطه بتحصل جوه نادي الزمالك. حتى احنا كجمهور، وانا بتكلم عن نفسي، لان الماتش ده بالنسبه لي يعني ليه ذكريات كبيره قوي، ومن اسباب ان انا كل يوم احب الزمالك اكتر ما انا بحبه. انا واحد من الناس كان بالنسبه لي الماتش ده 70-30 للاهلي، ودي الظروف الطبيعيه اللي كانت موجود فيها الماتش، وان طبيعي ان الاهلي كان ينزل يكسب. الاهلي واخد الدوري مع سكواد مرعب. الزمالك كان ناهي الموسم بشكل وحش جدا مع جوزيه جوميز، برغم ان احنا كنا واخدين الكونفدراليه، بس نهايه المباريات اللي كنا بنلعبوها في الدوري كنا ماشيين فيها بشكل سيء. حاله الفريق كانت وحشه، كان عندنا وقف قيد، كان عندنا ازمات، كان عندنا لعيبه غايبه زي ما بقول لك بنتايج ومشالاك وعمر فرج، لعيبه ما نعرفهاش، ودي اللعيبه اللي المفروض اتحطينا ان هي تبدا الماتش او تلعب مع الزمالك في ماتش زي ده. وكانت القايمه ناقصه لعيبه كتير. الناس كلها طلعت تقلل من نادي الزمالك، وزي ما شفنا كابتن احمد بلال قال لك بلاش الزمالك يروح السعوديه لانه حتى مش هيوصل بهجمه ولا هيجيب كره في العارضه. وبلا استثناء كل الناس كانت طالعه تقلل من نادي الزمالك ومن كيان كبير زي نادي الزمالك. بس من اللحظه اللي شفت فيها الكلام دوت كنت حاسس ان ربنا ممكن يكافئ الرجاله اللي موجوده في نادي الزمالك، وان ربنا ممكن يفرحنا عشان خاطر احنا نستاهل حاجه احسن من كده، وما نستاهلش ان الناس تطلع تقلل بينا ولا تقلل بحبنا لنادي الزمالك ولا بكيان كبير زي نادي الزمالك. فبعد يومين ثلاثه انتشرت الصوره بتاعت اسامه ابو علي وامام عاشور، كان قبل الماتش ب5 ايام بالظبط. عمري ما انسى الصوره دي، وعمري ما انسى اللي قلته بعد ما شفت الصوره دي. امام عاشور واسامه ابو علي بيعملوا الاحتفال الشهير بتاعهم، وان هم لو سجلوا جون في نادي الزمالك هيحتفلوا بالاحتفال ده. في اللحظه دي كنت قاعد مع واحد صاحبي وقلت له احنا هنكسب، برغم ان انا يعني بقول الكلمه وانا يعني ما عنديش دليل وما عنديش اثبات ان الزمالك ممكن يكسب. قلت له احنا هنكسب بسبب الاستقلال، وان ربنا مش على كيف حد ولا على مزاج حد. الناس تطلع تقلل بينا، والناس كان عندها ثقة كبيرة قوي ان الزمالك هيخسر، وكانت الجمهور الاهلي كان بيقول ان احنا هنشيل سكور، مش بس 1 أو 2، لا سكور. وشفنا احمد بلال قال لك الزمالك ما يروحش. شفنا عفروتو اللي تاريخه كله في الكرة المصرية سنة سنة ونص مع الأهلي قال لك يا كابتن أنا حاسس إن الزمالك هيشيل سكور، يعني 4-5. من كتر الاستقلال ده زائد الصورة بتاعت إمام عاشور والتعالي من اللعيبة إن هم واثقين إن هم هيكسبوا الزمالك والاحتفال بتاعهم، من اللحظة دي قلت إن الزمالك هيكسب مش عشان هو قوي ولا هيلعب كويس، بس عشان ربنا مش على مزاج حد، وممكن يكافئ اللعيبة دي على كم الاستقلال اللي حصل بيهم في الماتش ده. قبل الماتش بيوم كان يعني بالنسبة لي كنت حاسس ان في حالة جوه الزمالك مختلفة، وكانش فيه تسريبات، ما كانش فيه اخبار بتطلع. كنت حاسس ان الزمالك ممكن يلعب ماتش كويس حتى لو لا قدر الله الزمالك خسر. الماتش بدأ، كنت واثق في لعيبه الزمالك من اول دقيقه ان هي هتلعب ماتش كويس، والنتيجه بتاعت ربنا اهم حاجه يعني تلعبوا وتتعبوا وتبقوا لعيبه رجاله، ويعني والتوفيق ده في الاول وفي الاخر بتاع ربنا. الماتش بدأ، الزمالك ضاغط، الزمالك بيلعب كويس، في حاجه انا حاسسها في لعيبه الزمالك ان هي عايزه تعمل حاجه. ضربه الجزاء بتيجي اللي كانت غريبه بالنسبه لنا، طبعا كانت ضربه جزاء صحيحه. الدنيا هاجت والدنيا قامت والدنيا كان في كعبله وفي توتر بالنسبه لنا احنا حتى واحنا بنتفرج على الماتش، او بالنسبه لنا شخصيا. والدنيا حتى توترت في الماتش، وقال ان لعيبه الزمالك هتنسحب. ضربه الجزاء بتيجي بتاعت اسامه ابو علي، وكان في تهديد قبل ضربه الجزاء.
الفاول اللي عمله صده محمد عواد. فالزمالك كان ماشي كويس في الماتش ده، وكنت حاسس ان الزمالك قادر يعمل حاجه، بس في الوقت ده ما كانش عندنا حلول، والصفقات والازمات واللعيبه وان انت ما عندكش بدايل، لحد ما جت اللحظه بتاعت نزول ناصر منسي وعمر فرج. وانا ما اكدبش عليك، انا عملت زي اي مشجع زملكاوي في اللحظه دي. يعني ردة الفعل بتاعت المشجع الزملكاوي في لحظة نزول ناصر منسي كلها كانت واحد. كل جمهور الزمالك بلا استثناء، ويعني وربنا يسامحنا على ردة الفعل دي، لان احنا كان طبيعي نعمل كده او نستغرب او ننتقد في جوميز واللي يغلط كان بالنسبة لنا الموضوع صعب. احنا عايزين نكسب، عايزين نسجل هدف التعادل. حتى انت بتطلع سيف الدين الجزيري، بتنزل عمر فرج اللي ما نعرفهوش وما نعرفش اداؤه ايه ولا مستواه عامل ايه، وناصر منسي اللي كان مستواه سيء جدا، وكنا بنطالب الاداره ان هي تمشيه. لحد ما جت اللحظه اللي ناصر منسي من اول لمسه بيسجل جون جميل من عرضيه عمر جابر. في اللحظه دي طبعا فرحه هستيريه بالنسبه لي، ماتش زي ده وجون زي ده من ناصر منسي في التوقيت ده. حسيت ان يعني الواحد روحه رجعت له تاني، وان الماتش مش بعيد. في اللحظه دي كنت بحلف بالله ان الزمالك هيكسب، وكل اللي قاعدين معايا وحوالين مني يقولوا لي ما تحلفش بالله، قول ان شاء الله. اقول لهم والله والله العظيم الزمالك هيكسب، ويقولوا لي ما تحلفش قول ان شاء الله، وانا اقول لهم ان شاء الله، بس اقسم بالله الزمالك هيكسب. الاحساس ده او الثقه دي، او ان انا احلف بالله في حاجه انا مش متاكد هي هتحصل ولا لا، اعتقادي وايماني باللعيبه وايماني بربنا وان هو هيجعل التوفيق معانا، كانت فوق الخيال وحاجه غير طبيعيه. وكان عندي ثقه كبيره ان ربنا قادر ان هو يفرحنا، وان هو يعني يدينا بس جزء. يعني عارف انت، الناس كانت بتقل بينا ويستقلوا بينا وناس تتريق علينا وتسف علينا ويتعمل علينا كوميكس، واحنا ما نستاهلش ده، لان كان عندنا لعيبه رجاله في الملعب كانوا يستحقوا انه يكسبوا ماتش زي ده. وشفنا حتى في الماتش وفي ضربات الجزاء التعالي من لعيبه النادي الاهلي، وقله يعني وكان عندهم استهتار بلعيبه الزمالك وان هم في اي لحظه هيكسبوا. فماتش زي ده كان جميل جدا واحساسه عالي بالنسبه لي. ماتش بيخلص، اول ما وصلنا ضربات الجزاء كنت واثق ان محمد عواد هيصد واحده والتانيه، بس ربنا وفقه ويصد واحده من عطيه الله، من يحيى عطيه الله. واسامه ابو علي ربنا يبارك له ويشفيه من الاصابه اللي هو فيها النهارده، فضله بعد فضل ربنا بيضيع ضربه الجزاء الخامسه للنادي الاهلي. فالزمالك بيتوج للمره التانيه بالسوبر الافريقي على حساب النادي الاهلي، الخامسه في تاريخه، والتانيه على حساب النادي الاهلي بعد الاولى كانت في جوهانسبرج يعني بهدف ايمن منصور، وادي التانية بالتعادل بجون ناصر منسي. وسط فرحة هستيرية وفرحة جنونية ان الزمالك اخد السوبر الافريقي، وكانت يعني لحظة من اجمل لحظات حياتي اللي عشتها مع نادي الزمالك. اتمنى الفرحة اللي انا كنت فيها، برغم ان ما اعتقدش حتى لو الزمالك كسب يوم الاثنين ماتش الاهلي انا ممكن ابقى فرحان، او يعني عندي سعادة بكم السعادة اللي كنت مبسوط بيها في ماتش السوبر الافريقي. بس اتمنى ان برضه في نفس الشهر هيبقى فرق سنة ويومين، بدل 29 كان 27/9 يبقى 29/9. ان شاء الله الزمالك يكسب الاهلي ويفرحنا، بس المرة دي هيبقى على استاد القاهرة في العاصمة المصرية. بإذن الله لعيبة الزمالك واثقين فيها انها تكسب ماتش زي ده، وكل التوفيق لرجالة نادي الزمالك. سلام عليكم.